الفكرة ان انا كنت هتخطف بجد. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من بودكاست من 10 ل10 ونص مع أحمد رفاعي. النهاردة هنسأل عن الكورة نفسها، ليه بتأثر فينا؟ هل هي عادلة وبتختبر مهارتنا ولا نفسيتنا؟ وبتعلمنا نعيش ازاي؟ ازيك يا أحمد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. جاهز للحلقة الجديدة من 10 ل10 ونص؟ ان شاء الله. طيب حابة بس تقول حاجة للمشاهدين بدل ما انت شغل الصمت اللي انت فيه ده. لا يعني ان شاء الله نعمل حلقة كويسة تعجبكم بإذن الله. روحوا هاتوا اي حاجة بتشربوها وتعالوا علشان تستمتعوا معانا ان شاء الله. هنحاول على قد ما نقدر. انا عندي مشكلة ان انا رغاي شوية، بس هنحاول على قد ما نقدر نبقى وقت الحلقة مش كبير علشان ما تزهقوش يعني. وخلي بالكم اخر سؤال في الحلقة دي سؤال لازم تسمعوه كويس قوي. ما تنسوش تعملوا متابعة للقناة واللايك الجميل للفيديو. ويلا بينا، جاهز؟ أحمد، قبل ما نبدأ في الأسئلة على طول، في حاجة أنا عندي فضول، وأكيد المشاهدين اللي مركزين في الفيديوهات هم لو بيشاهدونا أساسا. أيوه. اللي بيسمعوا كويس احنا بنقول ايه، هما كمان متحمسين يسمعوها. وهي انك كنت نوهت قبل كده انك كنت هتتعرض لاختطاف بسبب الكورة برضو، فحابين نسمع. يعني بعد إذن حضرتك، يعني لو ينفع نخلي إجابة السؤال ده في نهاية الحلقة، لأنه موضوع كان مثير جدا يعني. بعد إذنك يعني. طيب هنفترض بقى ان السؤال اللي انا هقوله ده هو الاول. ماشي. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا انه قد ايه الحلم حاجة لذيذة طبعا، وانه قد ايه لازم الواحد يبقى عنده شغف في الحياة. فبما ان الكورة هي شغفك، فاكيد بتضطر ان انت تعمل حاجات ممكن ما مش عايزها او مش اي حد ممكن يلتزم بيها. فالسؤال بتاعنا هو ايه اصعب حاجة الكورة بتفرضها على اي لاعب؟ أنا بشوف التأقلم. ده طبعا اختصار لكلام كتير جوايا، بس أنا بشوف إن أوقات كتير جدا بيبقى اللعيب بتحصل حاجات كتير غصب عنه. انتقاله من نادي لنادي غصب عنه، سكوته على ظلم معين بيحصل له، تأقلم، بس مضطر يسكت ويتأقلم. نتيجة حسابات تانية في دماغه، لأن هو لو طالب بحقوقه واتكلم هتبقى مشكلة. ليه مشكلة؟ لأني مش عايز أقول كله، إنما في بعض المديرين الفنيين يعني ما ينفعش تناقشه، ما ينفعش تتكلم معاه وتاخد وتدي. لا، أنا واحد نازل من فوق، ما تتكلمش معايا. يعني ما بشوفش إن ده صح الحقيقة. إنما كمان الحقيقة برضه اتعاملت مع مدربين الحقيقة بيتناقشوا كتير وياخدوا يدوا في الكلام. الحقيقة دي حاجة لذيذة جدا لما يسمحوا للعيبة إن هي تعبر عن اللي جواها. ده على فكرة بيخلي اللعيبة شخصيتها تثق في نفسها أكتر يعني. فالإجابة على سؤال حضرتك التأقلم. في لعيبة كتير جدا بتتأقلم على الوضع هي مش حباه ومش عايزاه، بس مضطرة تأقلم على الوضع ده نتيجة اعتبارات تانية في دماغي عشان اللي جاي. وأنا بشوف إن ده تصرف ذكي من اللعيب ده، لأن في لعيبة بتبص تحت رجليها. أنا عايز اللي تحت ده دلوقتي، عايز حقي دلوقتي، عايز كذا دلوقتي. لا، أنت بتقعد توزنها وزنة كده إلى حد كبير تبدو عقلانية وتطلع بيها بأقل الخسائر. إنما في الأخير زي ما قلت لحضرتك، أصعب حاجة بتواجه اللاعب في القصة دي إن هو التأقلم. محتاج يتأقلم على حاجات كتير هو مش حاببها علشان بيبص لقدام شوية. جميل. دلوقتي هنروح للسؤال التاني، يلا. وهو ايه الفرق بين لاعب موهوب ولاعب مقاتل؟ ايه الفرق بين لعيب موهوب ولعيب مقاتل؟ وقولنا برضو، هل شفت نماذج زي كده ولا انت بتقولنا وجهة نظرك؟ كتير طبعا. احنا لسه طبعا منتخب مصر كان بيلعب النهارده. الحقيقة كان حاجة مشرفة جدا، مش علشان كسروا الدنيا على قد ما هو كان في رجالة في الملعب. انت بيبقى في ماتشات كده انت مش محتاج تكتيك ومش محتاج مدرب، انت محتاج راجل. وده كان مبروك لمنتخب مصر النهارده بالمناسبة، كانوا رجالة جدا في الملعب.
ايه الفرق بين لعيب موهوب ولعيب مقاتل؟ اللعيب الموهوب ده بيبقى مطلوب في الملعب وليه ادوار، واحنا اتفقنا قبل كده ان اللعيب الموهوب ده مش شرط يكون موهبته في انه حريف جدا ومهاري وبيعدي من الناس. انا بشوف ان الموهوب او الحريف بيبقى موهوب هنا في افكاره في جوه الملعب، موهوب في شخصيته جوه الملعب، موهوب في قراراته، اتخاذ القرارات. احنا زي ما قلنا ان لعيب الكوره بياخد 100 قرار في الدقيقه، فيا حبذا لو تاخد كل القرارات صح في 90 دقيقه، دي حاجه جميله جدا. بس طبعا القرارات عشان تاخدها كلها صح ده بيبقى محتاج جهد بدني، ومحتاج تكون واقف على رجليك كويس قوي بدنيا، عشان بالشكل ده الاكسجين بيوصل للعضلات بشكل سليم، بيوصل للمخ بشكل سليم، فبناء عليه بتاخد قرارات جوه الملعب بشكل سليم. وكل ده يندرج تحت ان انت واقف على رجليك بدنيا بالبلدي. فاللعيب الموهوب ليه ادوار في الملعب ويبقى مطلوب للمدرب، واللعيب كمان المقاتل بيبقى ليه ادوار ومطلوب للمدرب. لان زي ما بيقولوا بالبلدي كده، المدرب ما بيحبش اللعيبه فرقته يبقى كلها معلمين، ولا فرقته كلها جزارين ولاعيبه مقاتله وروح وبتاع. لا، هو لازم يبقى ميكس، لازم يبقى فيه اتزان ما بين ده وما بين ده. اللاعب المقاتل اللي هو بيلعب برجوله وفيه دشانه وخشونه شويه في لعبه، اي مدرب يحتاج ان هو يكون لعيب زي ده موجود في الفرقه بتاعته. وكمان اللاعب الموهوب ليه دور مهم جوه الفريق، عشان في الاخير المدرب يكون فرقه متوازنه ما بين الموهبه والقوه البدنيه والعقل. وانا بشوف ان لازم في الاخير ان في الكل في الكره الحديثه ان ال 11 اللي في الملعب لازم يكون كلهم يتسموا بالعقل والحكمه في اتخاذ القرارات. انما ده ليه دور في الملعب وده ليه دور في الملعب، ده مطلوب يكون جوه الفريق وده مطلوب كمان يكون جوه الفريق، عشان اكون فرقه فيها ميكس ما بين المهاره والقوه. جميل. طيب السؤال اللي بعد كده، وهو سؤال ماشي عن لاعبي الكورة، بس أي حد بيتفرج علينا ممكن يستفيد منه من ناحيته هو. تمام. وهو هل لاعب شاطر بس نفسيته ضعيفة يقدر يكمل؟ ممكن السؤال ده نطبقه عن أي حد عامة أصلا. طبعا كل واحد يخطر على نفسه في مجاله يعني او في شغله. طبعا مستحيل. بمعنى لو لعيب موهوب جدا وحريف جدا جدا وعقليته مش قوية ونفسيته مش قوية في تحمل الصعاب، لان احنا اتفقنا ان مفيش حد وصل لمكانة معينة كبيرة من غير ما يتبهدل، ما حصلش، مستحيل. فعندنا لو لعيب حريف قوي، ممكن حرفنته دي تفيده في جزء معين. يعني الحرفنة العالية قوي دي تخليه يلعب 2 3 4 في ليفل عالي، 2 3، ويبدأ ينزل ليفل تحته ليفل تحته ليفل تحته ليفل تحته لغاية ما الناس تنساه ما تعرفش عنه حاجة. ليه؟ لأن هو عنده موهبة واحدة، وهي إن هو حريف قوي وموهوب، إنما أركان المعادلة مش موجودة. إيه هي أركان المعادلة؟ الكرة الحديثة دلوقتي رقم 1 أنت واقف على رجليك بدنيا ولا لا؟ ولو أنت مش واقف على رجليك بدنيا، خلينا نتكلم بصيغة تانية، أنت ممكن تكون مش موهوب أصلا في الكرة الحديثة، بس قوي وواقف على رجليك بدنيا، تستمر في الملعب أكتر من الموهوب ده. طيب أصلا عشان تبقى قوي وجاهز بدنيا، دي محتاجة إرادة ومحتاجة نفسية قوية. بمعنى أنت مطالب إنك تروح الجيم النهاردة علشان تقف على رجلك بشكل كويس، بس أنت نفسيتك ضعيفة وإرادتك مش قوية، فمروحتش الجيم. رحت تاني يوم التمرين اللي كان المفروض تعمله عشان تبقى فارق عن اللي حواليك ما عملتوش، بس أنت حريف، فأمورك تمشي 1 2 3 يا عم 4 لو أنت محظوظ، بس غصب عنك هتبدأ تقع بعد كده. لأن أركان المعادلة عشان تبقى نجم مش كاملين أو مش جاهزين. حريف بس مش قوي بدنيا، فعندك مشكلة. طب القوة البدنية اللي هتبقى جاهزة دي، ما هو أنت عشان تبقى حريف وقوي بدنيا الاتنين موجودين مع بعض تعمل حاجة محترمة. طب القوة البدنية دي ما بتجيش غير لو أنت هنا قوي، هنا إرادتك قوية، عايز تعمل حاجة لنفسك،
بتحفز نفسك بشكل يومي في انك انت لا محتاج حلم، محتاج توصل له، محتاج توصل لليفل معين. بتقارن نفسك بنفسك بامبارح، انا امبارح كنت عامل ازاي والنهارده كنت عامل ازاي. انا بالمناسبه ما بحبش اللي يقارن نفسه بحد. لا، ركز في مع نفسك، ركز في انك كل يوم تبقى متطور على اليوم اللي قبله. انا النهارده احسن من امبارح، يبقى انت ماشي كويس وانت ناجح. ففي الاخير ان انت لو موهوب بس ممكن تنجح نجاح مؤقت قوي وصغير، انما لو انت عندك ارادة قوية، انت هنا قوي مع موهبة قليلة، مع الارادة دي تكمل اكتر في الملعب. وطبعا ده في كل مجال الواحد يحسبه على نفسه، يعني هيلاقي نفسه من غير ارادة بمجهود اكتر وبارادة اكتر. لو موهبته اقل يستمر اكتر من الموهبته كبيرة من غير ارادة ومن غير مجهود. حلو قوي. السؤال اللي بعد كده علشان هيستفاد منه لو ناس بتتفرج علينا وحابين ان هم يتجهوا لمجال الكورة. تمام. لو الناس بتتفرج علينا. لو السؤال بيقول: الى اي مدى يعتبر مجال كرة القدم امن ومضمون؟ وهل ده يخلينا نؤكد على فكرة الخطة B؟ لما انت المرة اللي فاتت قلت ان احنا لازم يبقى عندنا خطة A و B و C وكده. تمام. وهل نحاول ما نخسرش شهادة الدراسة رغم صعوبة الموضوع؟ يعني ان الشخص يحاول يوفق بين دراسة وكورة. سؤال حلو. يعني مع احتراف كرة القدم بشكل احترافي الموضوع مش سهل، انما خلينا نقول حاجة الى اي مدى يعتبر مجال كرة القدم مضمون؟ خطأ مطبعي، معلش. لا، هو الحقيقة المجال ده لما بيكون واحد عنده شغف وحلم لحاجة ما بيفكرش اذا كان الموضوع ده مضمون ولا لا. انت بتجتهد وبتسعى وبتاخد بالاسباب عشان توصل لحلمك او اقصى حاجة ممكن توصل لها حسب المعطيات وحسب المعطيات الموجودة حواليك، يعني عشان توصل لحلمك ده. فهل هو مضمون؟ لا، مش مضمون الحقيقة. انما عشان الواحد ما بيفكرش بالطريقة دي ساعتها ويفكر ان ده حلمه اللي لازم يوصل له بكل الطرق فبيدوس. ده الإجابة الأولى على أول جزء من السؤال. بعد كده إيه؟ هل ده يخلينا نفكر في الخطة B؟ أكيد أي حد يدخل مجال الكورة ويبقى حابب إن هو يكون حلمه لازم يكون عنده خطة بديلة. إيه هي الخطة البديلة في مرحلة مبكرة شوية؟ الدراسة والتعليم. إن دول زي ما قلنا من شوية أو زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت أو الحقيقة ما قلناش الحلقة اللي فاتت، أنا هقول دلوقتي إن من أخطر ما يمكن إن تجيب ولد صغير ثقافته ضعيفة، البيئة المحيطة بيه ضعيفة جدا، تعليمه ضعيف جدا، فجأة يصبح نجم ومصر كلها بتتكلم عنه. مفيش أخطر من كده. فجأة فلوس كتير، عربية مفيش حد عامل كنترول عليه. فخطير جدا جدا الموضوع ده. عشان كده تلاقي فيه نجوم كتير بيطلعوا في التلفزيون، مش عايز أقول بيبقى شكلهم عبيط بس بيبقوا مش عارفين يقولوا كلمتين على بعض. ده نتيجة إن تعليمهم وثقافتهم ضعيفة جدا في إن هم يعرفوا يعبروا عن اللي جواهم ويتكلموا بشخصية كده ويبقوا قاعدين متزنين جدا جدا في كلامهم وإجابتهم. عشان كده إن في مرحلة مبكرة شوية مهم جدا لأي لاعب صغير بجانب إن هو بيسعى في حلمه لازم يهتم إنه ياخد الشهادة ويتعلم ويبقى شخص مثقف ويقرأ كتير، علشان ده بيكمل ده لغاية مرحلة معينة. لأن لما تكبر بعد كده وتبقى تلعب في مستوى احترافي شوية بيبقى التوفيق ما بين التعليم والكورة صعب جدا، نتيجة ان انت بتطلع معسكرات، بتسافر هنا بتروح هنا، مش متاح دايما لما بتلعب بشكل احترافي انت على طول مش متاح تقريبا. فبيبقى اقصى امنياتك او اللي بتعمله في الاخير انك تحصل على الشهادة ايا كانت ايه هي بتحصل عليها عشان هي مهمة في الاخير، انما بيبقى كل تركيزك في الكورة. فمن الاول من بدري ركز في الاتنين وفي التعليم كمان عشان تبقى على الاقل شخص مثقف متعلم بيعرف يعبر عن الجواه وبيعرف حتى يطالب بحقوقه في أي مجال بشكل عام يعني. بعد كده الجزء الثالث من السؤال إيه؟ احنا قلناه خلاص اللي هو طيب. الخاص بالدراسة. تمام. طيب بما اننا اتكلمنا عن الخطة B، حلو. فهل انت لما تعتزل كرة القدم كلاعب في يوم من الأيام ايه المجال اللي تحب تكمل فيه وشايف نفسك فيه؟ أنا الحقيقة مش هخلع نفسي من مجال كرة القدم رغم الصعوبات اللي فيه، ورغم ان انت محتاج زي ما قلنا في بعض الاحيان في حلقات سابقة
انك محتاج تتخلى عن بعض مبادئك عشان تعرف تتعامل في المجال ده، لانه مجال مش سهل يعني، خلينا نقول مش سهل. انما لا، انا بشوف نفسي الحقيقة ان انا هبقى مدرب كبير. ممكن الناس تضحك دلوقتي، انتظرونا، انا مش جاي. لا جاي ان شاء الله، لاني بشوف ان انا عندي افكار كتير قوي قوي جوه الملعب، حتى مع كذا مدرب لما اشتغلت معاهم اثناء جوه الجيم وهو الجيم شغال. انا بروح اتكلم مع على الخط ان احنا عندنا مشكله في المكان الفلاني، او عندنا خلل في نص الملعب محتاجين نصلحه. فبشوف ان الحمد لله ان انا بحلل اداء كويس جدا. حتى وانا بتفرج على الماتشات انا مش زي اي متفرج قاعد بيتفرج، لا انا ببقى عارف كل واحد بيعمل ايه في الملعب وايه الادوار اللي قايل له عليها المدرب على الخط. انا ما شفتش حاجه وما سمعتش، بس انا من خلال رؤيتي ببقى شايف ايه اللي بيحصل في الملعب وايه التعليمات اللي قالها المدرب لكل لاعب. فبشوف ان انا لا ان شاء الله يعني هبقى مدرب كبير قوي ان شاء الله. ستشهد مصر في يوم من الايام اقوى مدرب لكرة القدم احمد رفاعي. يعني يعني ان شاء الله هحاول اسعى في الموضوع ده، لاني بشوف ان انا عندي افكار كويسه في الكوره، كويسه جدا يعني. فان شاء الله ناوي اكمل في الكوره، سواء في تحليل اداء او تدريب، لاني شايف ان انا اعرف اعمل الاثنين بشكل كويس جدا. طيب، واخيرا وصلنا للسؤال المنتظر واللي نزلت عليه اعلانات، وهو حادثة الاختطاف اللي انت اتكلمت عنها يا احمد. ايوه، انا من قنا، من محافظه قنا، وكنت بلعب وانا ناشئ في نادي الألمونيوم زي ما حضراتكم عارفين يعني. والفتره دي كانت تقريبا في 2011 تقريبا، ايام الثوره وكده، كانت الدنيا كلها بايظه. فمفروض انا عشان اروح نجع حمادي، طبعا في منطقه اسمها نجع حمادي اكيد كلكم عارفينها، كنت لازم اروح من المكان اللي انا فيه اروح المكان الموقف نفسه عشان اركب واروح نجع حمادي. عشان ما اعملش ده واختصر شويه على نفسي، من القريه اللي انا فيها كنت بتمشى شويه لغايه ما اطلع على الاسفلت فوق، علشان في عربيات كتير، اي عربيه بقى بتبقى رايحه في طريق على نجع حمادي، فاوقف اي عربيه وبركب زي المعتاد يعني. بس الفتره دي كان طالع كلام ان لا، في اختطاف اطفال وفي تجاره بالاعضاء والحاجات دي، وانا كنت في ستة ابتدائي تقريبا، كنت قصير كده وجسمي رفيع، ولد صغير يعني. فشاورت للعربيه، فالراجل كان السواق وجنبه واحد، فانا بره عني مش قصتي دي. نجع حمادي قال لي اركب. انا متعود لما اركب اي عربيه وانا صغير او حتى لغايه دلوقتي، الشنطه على ظهري باخدها وبحطها على رجلي. سبحان الله المره دي ما شلتش الشنطه، كانت موجوده في ظهري. فركبت اتمشى يعني، لسه ما خدش السرعه القصوى بتاعته، بس بص لي كده لورا وقال لي انا مش رايح نجع حمادي. قلت له طيب خلاص نزلني، انا رايح نجع حمادي. قال لي لا، اقعد مكانك ما تتحركش. لغايه دلوقتي كان في خوف شويه، بس كنت فاكره بيهزر مثلا. فقلت له لا يعني اقف، ده انا رايح نجع حمادي. هو بهزر يعني. فلقيت اللي جنبه راح مطلع مطوه وقال لي اقعد مكانك ما تتحركش. مطوه؟ طبعا لا اراديا فجاه لقيت نفسي رحت فاتح الباب ونطت والعربيه ماشيه، وانا حتى نطيت نطه غبيه جدا، اللي هو سبت رجلي كده على الارض وخلاص. فطبعا وقعت على ظهري، الحمد لله ان الشنطه كانت في ظهري، فوقعت على الاسفلت بقى بالشنطه، ويا دوبك دماغي كده لمست الاسفلت، جابت دم كده. فقمت يعني برفع دماغي كده، لقيتهم طبعا جروا بالعربيه وهربوا. طبعا قمت نفضت الغبار اللي عليا. اهم حاجه الكاريزما باشا، انا قايل باشا، مش في دماغي حاجه عامل كده. رحت نازل من على الاسفلت تحت، وروحت البيت ماشي زي كده ولا حاجه. فاول ما دخلت البيت انا فاكره انا الموقف، فماما بتقول لي انت ما رحتش ليه، في ايه؟ رحت معيط بقى، قلت لها انا كنت هتخطف وبتاع وقصه وروايه وحدوته. فده الموقف الحقيقه كان موقف صعب جدا ما نساويش يعني. بس الفكره ان انت اليوم التاني تاني يوم خدت الشنطه ورحت النادي عادي جدا والتمرين بتاعي، لاني مهما كانت الصعاب ان شاء الله مش هبطل احلم، ومش هبطل استمر في ان انا افكر في ان انا اوصل اللي انا عايزه ان شاء الله. شكرا يا احمد، انبسطنا معاك في حلقه النهارده، والحمد لله هي مش عارفه يمكن مش كتير زي باقي الحلقات اللي عدت كده، بقت كتير. في الاخر حابه اقول ان الكوره مش جون وماتش،
هي حكايات صغيرة وبتتكرر معانا كل يوم. تصبح على خير. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.